السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. في الاول كده عايزه اقول لكم صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجه حلوه. بما اني طبعا بسجل لكم الفيديو الصبح ومصوراه الصبح بدري جدا، ان شاء الله باذن الله ما اعرفش هينزل لكم الصبح ولا اخر النهار، بس عايزه اقول لكم صباحكم فل وصباحكم ورد وصباح كل حاجه حلوه. بصوا بقى، حبيت كده الفيديو بتاعنا يكون مختلف النهارده كده، وهو شويه كده وشويه كده. الاول كده الروتين بتاعنا عند الطيور كده، طلعت كنت انا بنظف في الاوضه اللي كنت عاملاها معاكم الروتين، وده بقى ايه الروتين بتاعنا. طلعت شفت الوزه بتاعتي لقيتها راقده كده، طلعتها فوق الوزه والدكر فوق، عشان دكر الوز كان بياكل بيض الفراخ، اي بيضه يلاقيها يروح واكلها. فطلعته فوق. الوز طبعا لما بتيجي تبيض بتخاف على بيضها، فتروح واكله اي بيض قدامها هي والدكر. فرحت طلعتهم فوق، باضت ورقدت في المكان اللي انا وريته لكم ده، وغطيت عليها. خدت بقى نتايه صغيره من البط الابيض اللي قدامكم ده، والبط ده مخلط يعني بلد على مسكوفي، وهو اغلبه بصراحه يعني بلدي مش مسكوفي، فطعمه زي السكر كده ونتاته صغيره قوي. خدت نتايه وذبحتها ونزلت حطيت للبط بتاعنا اللي قدامكم ده اكل. ده بصوا البط اللي قدامكم ده بشاور لكم عليه الاسود ده بط بلدي، اللي هو بلدي سوداني الاصلي ماشي. والبيضه دي زي اللي انا ذبحتها فوق. اما دول بقى متشكلين بطتين مولر على بطتين بيور على بطتين مجنسين وهكذا يعني. فقلت يلا مخليهم كده، بيبقى عندي مثلا اوردرات. انا بقالي كتير قوي موقفه شغل، والشغل بتاعي وحشني جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان انا زعلانه من الناس زعلانه على الناس اللي زعلانين مني عشان طلبوا مني اوردرات وما قدرتش اكملها، لاني والله العظيم بعت طيوري كانت صغيره كلها، بعتها عشان تشطيب البيت. يعني كان عندي فراخ تسمين، فراخ بيضه كانت لسه عمر 12 يوم او 13 يوم، والله بعتها كلها. اللي كان مطلوب منها بانيه، وكان مطلوب منها وراك، وكان مطلوب منها حاجات كتير قوي، بعتها كلها عشان تشطيب البيت. بعت الطيور وهي صغيره بصراحه. فلسه بدأ اجيب اهو، دعواتكم معايا بعد ما خلصنا تشطيب البيت وبنفرش دلوقتي. وكل طبعا ما بفرش اوضه ان شاء الله اصور لكم الفرش بتاعها. يعني انا مش بفرش كتير بصراحه، عشان الناس ما تقولش انت بتفرشي، لا انا مش بفرش كتير. يعني الفرش بتاعي، انا كنت في شقتي كانت صغيره، الشقه اللي انا بتاعت العيله كانت صغيره قوي، فما كانش فيها فرش بصراحه. يعني كان هو سريرين للولاده وسرير كبير لنا وخلاص على كده. فلما نقلت ما شاء الله اللهم بارك، البيت بتاعنا كبير اللي احنا اشتريناه ده، زي ما انتم شايفين كده 3 غرف كبار ما شاء الله عليهم. فما شاء الله يعني ايه 3 غرف كبار عايزين فرش. فانا ما كانش عندي فرش هناك، عشان زي ما قلت لكم ما كانش في مكان اجيب فيه فرش جديد اصلا. فجيت بقى ايه الفلوس طبعا اشترينا بيها بيت، فاتزنقنا ما عرفناش نجيب فرش دلوقتي. وكمان جينا شطبنا، فده مع ده برضو، فده مع ده زي ما قلت لكم كده. معلش بعتذر. زي ما قلت لكم كده، ده مع ده عمل ايه بقى، اللي هو يعني زنقني شويتين 3 ماشي. بس مش مشكله، الحمد لله رب العالمين ان احنا شطبنا البيت، الحمد لله رب العالمين احنا اشترينا، وصلنا لمرحله حلوه قوي. والله لو قعدت على حصيره، وانا جبت حصيره فعلا، لو قعدت على الحصيره فانا مبسوطه الحمد لله. يعني فانا مبسوطه والله ومرضيه وحمد ربنا، وبايسه ايدي ووش وظهر، وبقول ربنا يديمها عنا نعمه. بصوا بقى، دي فراخ اهي ما شاء الله اللهم بارك. هبدا اطلع منها الاوردرات اللي جايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. الفراخ بتاعتي النهارده كده عمر 20 يوم ما شاء الله عليها، او 19 يوم بالظبط. فان شاء الله بفرش اهو، هبدا اطلع اوردرات بقى، اذبح من عندي وكده واطلع اوردرات ونعمل كمان وجبات. الوجبات اللي بنطلعها لوجه الله دي مفتقداها جدا جدا جدا. الحاجات اللي الواحد بيطلعها كده، الناس اللي عشمانه فينا، والناس اللي بتقول لي اتاخرت علينا من زمان مش شفناكي، فالناس دي كانت معشمه فيا وانا متاخره قوي مع الناس دي. ماشي يا حبيبي. بصوا انا بسجل لكم الفيديو، لقيت حبيب بينده عليا بقول لي يا ماما خالته فلان بتنادي عليا بتقول لي انت مش جبت لي حاجات من زمان ليه. فربنا يا رب يدينا ويديكم ونراضي الناس كلها ونكبر خواطرهم، اللهم امين يا رب. بصوا بقى، فان شاء الله باذن الله طبعا اي دوره بعملها بطلع منها طبعا. يعني الافضل والاحسن طبعا اطعام الطعام يعني. فانا بحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اطعام الطعام مع بعض. هنا بقى ايه بقى، قاعده مع الفراخ بتاعتي اهي بوريكم ما شاء الله الخير ما شاء الله. طبعا بدات ان انا التفت بقى لتربيه الفراخ بتاعتي تاني، لان وقف في حالي كان الشهرين اللي فاتوا بسبب تشطيب البيت، وقف حالي وزعل الناس مني، وكنت بعت الطيور اللي عندي كلها، وكان عندي طاقه سلبيه رهيبه. دلوقتي الحمد لله رب العالمين ربنا عوضنا خير واداني طاقه ايجابيه حلوه قوي. ان انا عايزه اشتغل وعايزه اكمل وعايزه انزل شغلي وعايزه اصور، وربنا يا رب يدينا ويديكم يا رب اللهم امين. شايفين الفراخ بتاعتي شكلها زي العسل وحلوه قوي ما شاء الله، محافظه عليها ومدفياها ومخليها زي الفل. دي الاوضه بتاعتي دي اللي على السطوح في البيت الجديد.
يعني الاوضه دي على السطوح في البيت الجديد، هي دي الاوضه الوحيده اللي معموله. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ربنا يكرمني يا رب، ويديني ويديك ويدي كل محتاج يا رب، وهروح بانيه غرفه كمان، اوضه كمان ان شاء الله، فهتنفعني بقى ايه في الطيور، لان انا كده ايه الحمد لله رب العالمين كده خلاص يعني. كده يعني هنبدا ان احنا نشتغل، فعايزين نطلع اوردراتنا مظبوطه، نشتغل صح عشان اللي يطلب حاجه يلاقيها موجوده عندنا. فكده بقى ما شاء الله يعني ايه، باذن الله هنبدا بقى نشتغل مع بعض كده، وطاقه ايجابيه كده باذن الله. نزلت بقى شويه بط كده عشان خاطر رمضان باذن الله ودورات رمضان، وباذن الله وباذن واحد احد كده ان احنا هنتابعهم مع بعض ان شاء الله على القناه بتاعتي اللي هي بورصه بريس ان شاء الله في التربيه يعني. طبعا اللي ما نزلش لسه يا جماعه الخير بط رمضان يتوكل على الله، يجيب له دوره بط رمضان ان شاء الله يكون 5 حتى ينفعوه، لان انتوا عارفين يا جماعه الخير في رمضان طبعا بيبقى مصاريف كتير قوي وزنقه كتير قوي. فانت يا حبيبتي مش هتبقي في حل ان انت تروحي تشتري لك 5 بطات ولا بطتين ولا 3 تمشي بيهم الشهر، ولا فرختين ولا 3. فنزلي لك دلوقتي 5 بطات يكونوا كبروا معاكي شويه كده، تبداي تحطهم في مكان تاني، وبعد ما تحطهم في مكان تاني يا حبيبتي روحي ايه منزله لك 10 فرخات كمان تسنين، يبقى انت كده ما شاء الله عديتي الشهر بتاعك على خير. عندك الفراخ وعندك البط، وفضل ونعمه من عند ربنا. فاوعي تستني تقولي هشتري من هنا ولا حتى اشتري من هبه ولا اشتري من غيرها ولا اشتري لا، رب في بيتك طالما عندك مكان ربنا يكرمك ويرزقك فيه يا رب. رب في بيتك وحاجه نضيفه وزي العسل. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بخرط بصل للفراخ بتاعتي وبدلعها كده، بديها بصل، بديها فصين توم على الاكل، الحاجات دي كلها طبيعيه وبترفع المناعه وبتسكر طعم اللحم. يعني مثلا بتلاقوني جايبه كرات اخضر ومقطعه كام حبه كرات كده ورميهم للفراخ البيضه فوق العلف. مش غلط عليهم، لا مش غلط ولا اي حاجه، وبيرفع المناعه بتاعتهم، بيسكر لحم الفراخ ويخليها زي الفل. قبل ما اذبح بقوم مخلطه للفراخ بتاعتي، قبل ما اذبح يعني اذبح بكام يوم كده اروح مخلطه لهم شويه قمح على شويه عيش على شويه ذره شويه رز مسلوق، يقوم يطعم لي اللحم ويخليها زي العسل ومفيهاش زفاره علف ولا اي حاجه. بخرط البصل كده اهو زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا احطه فوق العلف كده، والفراخ بتاعتي دافينه وزي الفل، وحاطه لهم لمبات 200 حراريه، يعني حاطه اللمبه 200 لمبات حراريه كده عشان خاطر ايه تدفي المكان، وبغطيهم بالبطاريه اللي فوق، وبنزل الباب ده اقفله، يعني الباب بتاع البطاريه ده بتاع البوكسه ده انا بنزله اقفله، وبعد كده انزل الغطا عليه عشان خاطر ايه عيني وجعتني. هنا كنت بقول لكم، هنا كنت بقول مش قادره افتح عيني من البصل حراق جدا جدا، وهنا مش قادره افتح عيني من البصل. فكانت رؤى بتضحك عليا بتقول لي شوفي انت بتعملي البصل ومش قادره تفتحي عينك ازاي، وكمان بتقولي لي قطعيه انت يا رؤى. كنت بقول لها قطعي انت بصلتين يا رؤى لحد ما انضف المكان حواليهم كده، فقالت لها مش مقطعها قطعي انت. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كنت انا رحت الاول خدت البطايه اللي انا ذبحتها من فوق ونزلت تحت نضفتها وخليتها زي الفل، وبعد ما نضفتها نقعتها، وكنت مخدعه للمحشي من بالليل وحاشيه لفه المحشي يعني بتاعي، عشان الناس اللي بيقولوا عايزين نشوف روتين محشي بقى واكل وطبخ معاكي وروتين طيور والحاجات دي ان شاء الله باذن الله. قولوا لي انتوا في الكومنتات بس بتحبوا تشوفوا فيديوهات ايه معايا وانا اصورها لكم باذن الله. هنا بقرب لكم على الفراخ بتاعتي اهو، بقول لكم شوفوها من قريب يعني ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ بتاعتي عمر 19 يوم، يعني باذن الله كمان 10 ايام كده ونفتح فيها بيع ان شاء الله، ربنا يرزقنا واياكم يا رب. هنا شايفين ما شاء الله بياكلوا اهم ورايحين على الاكل. راحوا ليه بقى؟ عشان لقوا البصل فوق العلف، بيحبوا البصل هم، الفراخ بتحب البصل ما شاء الله، وشهم احمر وبياكلوا ما شاء الله عليهم. طيب سبتهم ياكلوا، الكتكوت ده نزل مش عارفه امسكه، كل ما امسكه يدخل تحت البطاريه فسبته تحت، وفي الاخر اتمسك برضه. حطيت لهم بقى البصل ما شاء الله عليه بيفوقهم كده وبينعنشهم وبيخليهم حلو، مش لازم يبقى عندهم حاجه عشان نحط لهم بصل، يعني هم ما عندهمش حاجه، بس انا حاطه البصل حلو بيفوقهم كده. وخدت البطايه زي ما قلت لكم الاول خالص لما كنت لابسه العبايه السمراء، كنت لسه جايه من بره، كنت جايبه كرنبايه قبلها بيوم وعملتها سلقتها وعملت الصلصه بتاعتي وحشيت المحشي وركنته بالليل، كان الساعه 2 بالليل كمان، ركنته في الثلاجه وقلت الصبح اعمل البطايه واسلقها واقوم عامله ايه ربنا يكرمني اقوم مولعه على المحشي واغديهم بدري ان شاء الله كده. وده كرم من عند ربنا لما يتغدوا بدري بصراحه، لان طول اليوم الواحد بيجري وتلاقي ما فيش وقت اصلا بعمل غدا متاخر. هنا طلعت هنا بقى ولعت على البطه اصلا تحت، نضفتها وخليتها زي الفل وولعت عليها وسبتها على نار هاديه، وطلعت قعدت مع الفراخ قطعت لهم شويه بصل كده وقعدت معاهم حبه. انا من النوع اللي بحب اقعد
اللي بحب اقعد في وسط الفراخ كده، يعني اطمن عليهم كده واخد حسهم وياخدوا حسي، واشوف مثلا في فرخه متغيره، في فرخه لون برازها متغير، فيها حاجه غلط، في محتاجه، يبقى انا كده ايه في امان مطمنه. والفراخ بتاعتي ايه ما شاء الله عليهم حلوين قدامي كده وبياكلوا وبيشربوا، فانا ممكن اقعد معاهم مثلا قولوا نص ساعه او ساعه كمان كده اطمن عليهم. قعدت معاهم بتاع نص ساعه كده ولا اكتر كمان. طيب هنا بقى ايه بوريكم ان انا مش مربيه حاجه في الارض، فباذن الله هطلع في يوم اعمل روتين في الارض انضفها. انا كنت فرشه فيها تبني بس ما حطيتش فيها حاجه. انضف الارض وتخر البطاريه دي كده شويه، عشان ممكن مثلا انزل الفراخ دي واطهر البطاريه واحط مكانها على طول، عشان انا كنت بعمل كده يعني اذبح دوره ويكون عندي دوره تانية على طول، اذبح دوره ويكون عندي دوره تانية على طول. بس طبعا ما ينفعش احط الفراخ الصغيره مع الكبيره في نفس المكان، فقلت هبقى انزل كمان يومين 3 انزلهم في الارض. هفضل بقى ايه هنزل الفراخ دي كده في الارضيه بتاعت الاوضه واسيبها في الارضيه، واخد البوكسه دي اطلعها بره طهارة تطهيره حلوه كويسه كده، واقوم ايه بعد ما طهارة تطهيره كويسه اروح واخده منزله فيها بقى ايه شويه كتاكيت تانيين الناحيه التانية. يبقى عندي على طول يبقى عندي على طول كده في المكان ايه الفراخ، ما تاخرش عن حد ولا اقول لحد ما عنديش اوردر بتاعك ولا ما عنديش طلبك ولا مش موجود ولا الكلام ده. زي ما كنت ماشيه الاول بياخدوا حاجه الشهر كلهم من عندي، وكان ربنا مسهل لي ومسهل لهم، ومكانوش يعرفوا اصلا يجيبوا او ياخدوا او ياكلوا غير الحاجه بتاعتي اللي تطلع من البيت. هنا بقى نزلت ما شاء الله لقيت ايه الفراخ بتاعتي استوت والبط بتاعي خلاص استوى، ورحت ايه غرفه بقى الشوربه والرز ودي البطه بتاعتنا الصغننه البلدي الحلوه، بلدي حر بس كانت زي العسل والله العظيم زي العسل. هنا ماده كان كل بقى القناصه بتاعت البطه وقال لي عايز بطه تاني، رحت قطعت له حته من الصدر زي ما انتم شايفين كده وقعدت اكله كده، اول مره ياكل بطه ماده. وهنا بقى عايزه اقول لكم ان اطباق الشوربه بتاعتي والسلاطين وكلها وانا بنقلها اتكسرت للاسف الشديد، اتكسرت، فبدات ان انا حطيت شوربه في الطبق اللي انتم شايفينه ده. هنا بقى عايزه اقول لكم الشاطر اللي بيفهم والاكيل هيقول لي ايه المحشي الاخضر اللي محطوط ده، الورق الاخضر اللي محطوط ده مش ورق خس ومش ورق عنب. الاكيل بقى يقول لنا. انا عايزه اقول لكم ان انا بحب اقلب المحشي على الصينيه كده من ايام امي الله يرحمها، واحنا صغننين قوي كده قد ولادي، كنت اقعد حواليها كده تعمل المحشي وتروح جايبه الصينيه الكبيره زي اللي نحط عليها الشوربه والبطايه دي، وتروح غرفلنا قلبلنا المحشي بتاعنا كله، المحشي كله على الصينيه الكبيره، ونقعد كلنا نتلم حوالين بعض وناكل، ولا اطباق غرف ولا اي حاجه. فانا بعمل كده مع ولادي، بروح قلبه المحشي كله على الصينيه الكبيره زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله المحشي بيلمع وحلو، بس الاضاءه اللي كانت وحشه. قلبت المحشي على الصينيه زي ما انتم شايفين كده، والشوربه بتاعتي حطيت عليها شويه شطه وليمونتين كده كبار وقلبتهم سخن يراعيش، وقلبتهم كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. والمحشي كان حلو يعني، كنت طافي عليه من بدري بس كان لسه سخن. احنا بنحب المحشي يكون نازل مولع نار من على البوتاجاز يعني ما شاء الله. هنا بقى ايه كنت بدوق المحشي لقيته استوى جدا جدا، والشوربه بتاعتي كانت جميله بالليمون. شوربه البطيه لا كانت حاجه تانية، دي بطيه بلدي حر، وكان عندي صدر واحد بس بتاع فراخ، رحت عاملاه ايه لحبيب بني، عشان حبيب ما بياكلش صدور البط، ما بياكلش البط اصلا خالص. لكن البطيه والله كانت صغيره وزي العسل ومسكره وجميله ما شاء الله. ماده حتى ما رضيش ياكل بني وقال لي انا اكلت حته من البط وخلاص. فبألف هنا وصحه وعافيه على قلوبنا وعلى قلوبكم يا رب. هنا زي ما قلت لكم الشوربه اضطريت ان انا احطها في المج الكبير في الطبق الكبير ده بتاع الشوربه، سلطانيه الشوربه الكبيره دي، عشان ما كانش عندي مجات شوربه زي ما قلت لكم كلها اتكسرت. ربنا يعيننا بقى ويقوينا ونجدد كل حاجه ان شاء الله باذن الله. طيب شايفين هنا مدى بقول له عصوري كمان ليمون يا ابني، عصرنا لا عصوري كمان ليمون. كانت الشوربه زي العسل. اقول لكم الدف السقعان في الشتاء ده، يعني الواحد بيبقى سقعان وبردان كده يشرب شويه شوربه من دول ينسى الدنيا والله. والليمون مع الشطه ادوها طعم تاني خالص، وهي اصلا ما شاء الله مسكره. شوربه البطه بتبقى مسكره عن شوربه الفراخ بكتير، وخصوصا البط البلدي ده تاخدي منه شوربه ما حصلتش يعني ما شاء الله. هنا كانت رؤى بتقول لي مفيش مج نحط فيه شوربه، قلت لها مفيش مجات ومفيش اي حاجه، اللي عايز يشرب شوربه يجي بقى يقعد هنا. ومدى بيعصر لي الليمون بسنانه، حطيت لي الليمونه بين سنانه وبيعصرها شايفين. هنا المحشي بتاعي اهو ما شاء الله، الكاميرا مضيعاه خالص لكن كان والله احمر وجميل. والورق الاخضر ده زي ما قلت لكم ان ده ورق حاجه اهو بوريها لكم مش ورق خس.